النهارده يا جماعه هنتكلم يعني في دردشه كده شويه عن حال نادي الزمالك ومشاكل نادي الزمالك، وحرفيا يا جماعه نادي الزمالك بيقفل. انا بكلمكم بجد ومن قلبي ان فعلا نادي الزمالك يا جماعه خلاص بيقفل. ولكن رغم المحن ورغم الصعاب ورغم اللي احنا فيه ده انا مبسوط. هيجي واحد يسال لي يا عم شناوي انت معقول مبسوط ان نادي الزمالك بيغرق؟ لا، انا هقول لك. صدقني نادي الزمالك طول عمره مر بظروف صعبة جدا، وصدقني دي أصعب ظروف مرت على تاريخ النادي، وكل مرة النادي بيكون أقوى من المرة اللي قبليها، فصدقني هنقوم وهنقوم بقوة. طيب أنا فرحان ليه أو مبسوط ليه؟ بصراحة يا جماعة أنا كشناوي أو أنا كمشجع زملكاوي بحب بجد البني آدم اللي هو بيلعب في النادي مش عشان الفلوس. طبعا اكيد كله بيلعب عشان الفلوس، ولكن مش رقم واحد عندك. معلش يا جماعه بس عندي حساسيه في الصدر فالدنيا مش مظبوطه قوي. المهم، مش عايز اللعيب اللي رقم واحد عنده الفلوس. انا عندي ممكن يبقى رقم اتنين او رقم تلاته عندك الفلوس، لكن اهم حاجه النادي، الكيان، الجمهور. طبعا الجمهور رقم واحد، والكيان اللي هو نادي الزمالك والفريق اللي انت بتلعب فيه. بعد كده يجي الفلوس. ده اللعيب اللي هيفضل شريك العمر كله وهيفضل في النادي عندك لغايه لما يعتزل، مش اللعيب اللي هيجيله قرشين زياده او في الاخر ايه يسيبك ويمشي بعد ما تألق عندك. فانا بالنسبه لي ما زعلتش خالص على بنتايج حتى لو مشي وفسخ عقده عشان الفلوس. وحد هيقول لي ده لعيب اجنبي، تمام، على عيني وعلى راسي لعيب اجنبي، ولكن انت همك الفلوس، روح يا باشا في اي نادي وخد الفلوس اللي انت عاوزها. عدى قال لي برضو معالي ومش معالي ولا اي حاجه. اللي عايز يا جماعه يفسخ عقده يتفضل ويفسخ عقده ويروح ويمشي. والله صدقني لا نادي الزمالك عمره وقف على حد ولا قفل بيبانه لما حد مشي. في اساطير كتيره جدا جدا اعتزلوا ومشيوا من نادي الزمالك والدنيا عادي ومشيت، ونادي الزمالك خد بطولات وبقى من احسن الفرق في افريقيا. في كابتن حسن شحاته ومصطفى وكابتن ايمن يونس وفتح لي يا جماعه، وكابتن فاروق جعفر واللي وكان احمد حسام ميدو وعبد الحليم علي وحازم امام وبشير كتير كتير وناس قديمه، وكابتن حلمي طولان وكابتن اسماعيل يوسف وكابتن ابراهيم يوسف وكابتن احمد. يا جماعه عد. نادي الزمالك عمره ما قفل بابه، خلاص عادي.